جزيرة كنكناريا الأسبانية واحدة من أحسن الجزر اللي ممكن تسافرها داخل أوروبا. سافرنا من هولندا لأسبانيا في رحلة لمدة 4 ساعات ووصلنا امبارح، فحبيت أعمل فيديو مختلف أصور لكم ال5 أيام اللي هنقعدهم هنا على الجزيرة وأوريكم أهم الحاجات اللي موجودة هنا في الجزيرة. صحينا الصبح وريحنا قدام حمام السباحه وقلت بقى ايه يلا بينا نستكشف الجزيره. وقلت احسن حاجه عشان نستكشف الجزيره ان احنا نأجر حاجه، وعشان كده أجرنا السكوتر ده. للاسف عشان تركب السكوتر لازم تلبس هيلمت، والهيلمت شكلها اكيد شكلها ضحك عليا، بس هنا بيقول لك عشان البوليس في قوانين صارمه وكده ولازم تلبسها، فانا هيبقى شكله مضحك شويه، معلش استحملوني. يلا بينا. طبعا ممنوع اصور وانا سايق السكوتر ده، طبعا لو بوليس شافني فيها مشكله، بس احنا في شارع جانبي، واهم حاجه انا لابس الخوذه وشكلي ضحك. بس بصراحه شكل الجزيره جميله والجزيره شكلها جميله، بصورها لكم بعدين بالدرون. وصلنا شط الجزيره اهو، بس استنوا اخلع الخوذه دي. ده يعتبر شط الجزيره اهو، الجبال في الناحيه الثانيه، وده السنتر بتاع الجزيره، وده عباره عن شارع كله مطاعم وكده، تقدر تيجي تقعد وكده وتطلب اكل. ولاحظتوا هنا ان معظم المطاعم مطاعم ايطالي، مش عارف ليه مع اننا في اسبانيا. في برضك محلات للشوبينج وكده. بصراحه بالنسبه لي عامله زي اجواء دهب وكده، حتى الشوارع فيها شبه كبير من شوارع دهب. حتى هنا في الجزيره الممشى اللي فيها عامل زي ممشى دهب بالظبط. للاسف دلوقتي لازم نرجع الفندق عشان نرجع للسيف ده، كنا مأجرين لمده ساعتين بس. وهوريكم في الطريق في زي تلال رمليه كده زي اللي موجوده عندنا في الفيوم، فتعالوا اوريها لكم. الحمد لله بعد ما لفينا كتير قدرنا نوصل للتلال دي. التلال دي زي ما انتم شايفين على ما اعتقد موجوده عندنا في مصر برضك في الفيوم. لازم حاليا بقى ايه نرجع الفندق عشان ما فضلش غير ربع ساعه، ولازم نرجع السكوتر ده المكان عشان احنا مأجرين ساعتين بس. فيلا بينا نرجع الفندق. الحمد لله رجعنا الفندق من غير اي اصابات، ورجعنا السكوتر، وكانت اول مره اركب سكوتر فكانت تجربه ممتعه. فاحنا دلوقتي هنطلع الاوضه نغير عشان هناكل اكل اسيوي، فتعالى اوريكم شكل الاكل الاسيوي بيقول ايه. والمكان جوه عباره عن ان هو اوبن بوفيه، بتختار اللي انت عايزه. فانا طلبت سمك مع اني ما بحبش السوشي. السوشي بعيد مع اني ما بحبش السوشي قوي، بس انا هجربه ونشوف. المفروض يبقى فيه الستيك عشان امسكها، بس انا ما بعرفش استعملها برضه. يعني رز بجمبري ساقع، انا عشان كده ما بحبش السوشي، بس تمام. تاني يوم لينا هنا على الجزيره، ورايحين نعمل حاجه انا عمري ما عملتها في حياتي، رايحين نعمل سيرفنج. اخدنا تاكسي حالا ورايحين على مكان السيرفنج. للاسف سواق التاكسي رمانا في اخر حته في الجزيره وقال لنا هو ده المكان، وما طلعش هو. اضطرينا نمشي حوالي ربع ساعه عشان نلاقيه، فما حدش يثق في سواقين التاكسي في اسبانيا. الحمد لله وصلنا المكان اهو. هنتجهز بقى حالا عشان نلبس السوت وكده عشان نبقى جاهزين ان احنا ننزل الميه. وصلنا الشط بالبورد، واول حاجه لازم تعملها قبل ما تنزل بالبورد الميه لازم تلبس دي، تحطها هنا عشان لو البورد وقع منك في الميه ما يروحش بعيد. طبعا انا مش عارف اصور في الميه، بس هحاول اجيب لكم كذا شوت وانا في الميه، وانا بالنسبه لي اول مره اعمل سيرفنج في حياتي، فتعالوا بقى ايه نستكشف الحوار ده سوا. بصراحه تجربه ممتعه ومسليه جدا، بس متعبه بس زي ما انتم شايفين، بس متعبه بطريقه رهيبه. اتبسطت جدا ان انا عملت حاجه جديده انا عمري ما عملتها قبل كده. دلوقتي لازم نرجع البورد ده، وعلى ما اعتقد مش هنعمل اي حاجه تاني النهارده. وكملوا معايا الفيديو عشان بكره ناويين نلف الجزيره كلها بالعربيه. النهارده تالت يوم لينا هنا على الجزيره، وصحيت عضلات ايدي كلها تعبانه من السيرفنج امبارح، بس بصراحه كانت تجربه ممتعه. المهم هنستكشف النهارده الجزيره كلها. وليه الجزيره كلها؟ عشان معانا دي.
قلنا نأجر عربيه عشان للاسف السكوتر اللي كان معانا اول يوم ما قدرناش نشوف بيه كل حاجه هنا في المدينه. العربيه تقدر تتنقل براحتك في الجزيره. بص الطريق هنا عامل ازاي، يعني حاجه قمه الخطر، اي غلطه ممكن على طول هوب تقوم واقع هنا. الفكره بقى انك مش لوحدك على الطريق، في كميه ناس هنا راكبه عجل رهيبه، فانت اصلا ما بتبقاش عارف تركز تسوق العربيه ولا تركز مع العجل ولا تركز في العربيات اللي جايه من الاتجاه التاني. فالسواقه هنا خطر جدا. وقفنا في مكان وصورت لكم شويه شوتات بالدرون، حوار. ودي يعتبر واحده من اعلى النقط هنا في الجزيره. زي ما انتم شايفين في كوره ومدن وفنادق تحت. قفلنا سقف العربيه عشان كنا هناخد ضربه شمس محترمه، ولما الشمس تهدى هنرفعه تاني. بص الاستراحه دي في وسط الجبال كده زي ما انتم شايفين، حاجه كده ايه خيال. وقعدنا شربنا قهوه عشان نكمل الطريق مع الفيو الجميل ده. وما زلنا في مرحله الاستكشاف، وقفنا برضو في مدينه في وسط الجبال، كل البيوت زي ما انتم شايفين ورايا كده في الجبل. فتعالوا ايه افرجكم عليها برضو. بص البيوت كلها زي ما انتم شايفين كده على الجبل، وده يعتبر زي كورنيش كده تبقى ماشي وشايف الفيو ده. بص الست دي عايشه هنا، تخيل مثلا ايه ده الفيو البلكونه بتاعها، بتبقى واقفه هنا شايفه الفيو ده. تخيلوا الواحد بس لو جاي ايه قاعد في بيت زي ده على الفيو الجميل ده، مش عايز حاجه تاني من الدنيا، هو بس يقعد كده ايه مع نفسه ويتفرج. بصوا والله الواحد مش عايز غير بيت من دول ويقعد كده ايه شايف الفيو ده 24 ساعه، ويبقى مثلا شغله هناك والبيت هنا بس. ودلوقتي بقى ايه هنتحرك فعلا على المدينه الكبيره هنا في الجزيره، بس طبعا ما كانش ينفع نعدي على المدينه دي من غير ما نقف. بصوا الجمال، شكل البيوت في الجبال حوار. وبرده جربنا المحلات هنا في المدينه عشان هي بتاع كده شبه الحلويات عامله عندنا زي المشبك، وجربناها برده وكان طعمها حلو. تعالوا بقى ايه نشوف بقى المدينه الكبيره هنا في الجزيره. للاسف المدينه الرئيسيه ما طلعتش كويسه. بعد ما ركننا العربيه قررنا نرجع تاني لمكان البارك وناخد العربيه ونروح نشوف اي مدينه تانية زي اللي احنا كنا فيها مثلا في الجبال من شويه. هنتحرك بالعربيه ونشوف اي مدينه نقدر ناكل فيها عشان احنا جعانين جدا. يلا بينا نكمل استكشاف الجزيره سوا، بس ما تنساش تبقى تنزل تعمل لايك. واخيرا وصلنا المدينه بس بعد 40 دقيقه بالظبط. واول ما وصلنا المدينه بصوا البيت ده. في العادي انت لما بتخش بيت بتخش من الدور الاول، لكن هنا بص تخش من الدور الخامس بعد كده تنزل على تحت، عشان المدينه كلها اصلا مبنيه على الجبال. ده بالظبط المكان اللي احنا بندور عليه، مكان جنب البحر نقدر نستمتع بالبحر وبعيد عن المدينه. عشان كده احنا سيبنا المدينه ومشينا على طول. دلوقتي احنا محتاجين ناكل عشان طول اليوم ما كلناش، وبعد كده نروح على اخر مكان معانا هنا على الجزيره. اكلنا في مطعم مكسيكي وللاسف ما كانش عندهم اكل حلال، فاضطريت اطلب بطاطس وسندوتش كده للناس اللي هم الفيجيتيريان اللي ما بياكلوش لحوم. دلوقتي احنا رايحين على اخر مكان معانا هنا على الجزيره، فتعالوا اوريه لكم. وده اخر مكان معانا هنا على الجزيره. المكان ده كانت واحده صاحبه مراتي نصحتها بيها انها تيجي هنا. المكان ده بيقول لك جميل جدا في وقت الغروب، فتعالوا نستكشفه سوا. المكان ده اللي جينا امبارح بالسكوتر بس ما عرفناش نستكشفه عشان السكوتر، فقررنا ان احنا نيجي ونخش جوه شويه في التلال. زي ما قلت لكم ده المكان اللي موجود عندنا في مصر في الفيوم. شكل الغروب بصراحه من هنا ايه حاجه تانية. بصوا الشمس ورايا، وهنا الناس كلها قاعده مستنيه الغروب، وهنا المكان حاجه في قمه الجمال سبحان الله. بصوا الشمس اهي، الناس كلها قاعده هنا بتتفرج على الغروب. وبس كده الشمس نزلت زي ما انتم شايفين،
وفي ناس هناك بتغني والكل مبسوط، وكويس ان احنا لحقنا الغروب عشان عملنا كذا حاجه خلال اليوم. فاضلنا برضو بكره في الجزيره، بس هنقعد نستريح في الفندق، مش هنعمل اي حاجه عشان النهارده كان يوم متعب. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت الفيديو عشان بنزل ستوري هناك كتير، وانا حاولت على قد ما اقدر اوريكم اهم الاماكن هنا في الجزيره. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم دايما لذيذ، سلام.